عسلامة الناس الكل، إن شاء الله تكونوا لاباس في صحة جيدة. ربي يحفظكم ويوفقكم ويبارك لكم وينجح صغيراتكم اللي عنده صغيرات امتحانات، ربي يفرحكم بهم. واللي ما عندهم إن شاء الله ربي يرزقهم بالذرية الصالحة يا رب العالمين. ربي كريم إن شاء الله وربي ما يخيبناش. توحشتكم برشا برشا برشا. جيتكم مرة هذه فيديو باهي، يعني حبيت هكا نبدل شوية الجو. خرجت باش نقضي انا وراجلي، عجبوني حاجات حبيت نودكم بيهم، وفي نفس الوقت ممكن باش نحكي باش نفضفض. ما نعرفش ومش مش عارفة باش يخرج مني كلام كفضفضة وكهو، نحب نفرغ قلبي وكهو. تويك عندي تقريبا بريسك شهر. مريت بأزمة خايبة برشا برشا برشا، تعرضت للظلم خايب برشا برشا برشا. الحمد لله، يعني بديت هكا نفيق على روحي بشوي بشوي، بديت نفيق من الأزمة. كنت نخدم الحمد لله لاباس عليا، ربي شاهد عليا أني نقوم بواجباتي في الخدمة على أحسن وجه، وربي شاهد عليا والحمد لله. لكن تعرضت للمضايقات وكل مرة يعني نشوف الغلط ونسكت، نشوف ونسكت. يا حذامي اصبري استحملي، حاولي كيفاش تمشي روحك، لكن الشيء ماشي ويزيد. مشيت قدمت شكيت بطبيعة في الخدمة اللي أنا فيها، شكيت راهو فما شخص يضايق فيا، راهو فما شخص يضايق فيا وأنا راني نخدم، يعني مانيش متاع الحاجات السيئة. لا هما تكلموا نبهوا عليه ولا هو فهم روحه. أنا منحبش نعمل مشاكل، يعني أنا خارجة نخدم، عندي صغاري، عندي عائلتي، عندي مسؤوليات. وحاولت يعني هكا نحاول باش نتجنب باش ما نعملش مشكلة، وتكلمت وشكيت لين وصلت نهار أك الشخص هذاك تسبب لي في مشكلة. كنت يعني احنا عنا خدمتنا يعني مربوطة بوقت، جاني من بعد انا الحق كيفاش يعني الوقت بعد بدقيقتين من الوقت، من بعد بدقيقتين يعني يلزمني قبل بدقيقتين ونكون مكملة محضرة اموري و... المهم جاني الشخص هذاك من بعد بدقيقتين، خاطر وصله اللي انا شكيت، بلغوه اللي انا متضايقة منه. بطبيعة لازم يرد فعله، هو لازم يعمل فيا حاجة. على دقيقتين عمل لي مشكلة، وبطبيعة انا وقتها مش باش نسكت، انا عيطت عليه وقتها. يعني على اي اساس تتصرف معي بالطريقة هذه، وشكونك انتي؟ ما حبيتش نحكي معاه على الحاجات اللي عم فيها معاي. المهم ما راني اللي توقفت عن الخدمة، والسبب السبب اللي يجلط، السبب اللي يقهر، السبب اللي يمرض، السبب اني انا نرفوزية. توقفت على الخدمة السبب اني انا نرفوزية، اللي انا قبل بايامات بلغت انه الشخص هذا يضايق فيا، اني انا مانيش متاع الحاجات هذيك. افهموا انتم شنية قصدي. المهم توك عندي بريسك شهر. مريت بأزمة خايبة خايبة على الأخر على الأخر على الأخر، على اللي ورايا لحد حد. ربي إن شاء الله ياخذ لي حقي منهم واحد واحد واحد. وهذاك هو، وكلت عليهم ربي، وهذاك هو. ما هذاك علاش ما عادش نظهر برشا. مشيت شوية مواقع اتصالات أخرى، حبيت نخرج شوية من الجو، والحقيقة عاونوني برشا ناس، تعرفت على برشا ناس والحمد لله. يعني حاولت باش نخرج من الحالة هذيك والحمد لله. سامحوني على الكلام هذا الكل، الله غالب. هنا بعد ما عملت جولة في المبخرات محلاهم حبيتهم، هذوما قماشات متاع جبايب يسموهم لهنا المخور تقريبا. انا ديما في مخي كلمة اخرى بالغلط ننطقها، اما المخور اسمها. فما تتباع جبة حاضرة كاملة، وفما هذوما تو قماشات اللي نصور فيهم، واللي ملبوسين في المكانات هكا ظاهرين
جبايب. هذوما معروفين بهم لهنا في الامارات، حلوين برشا برشا برشا. تاخذ قماش تمشي تخيط، وفما اسوام حسب نوع القماش، فما الساتان، فما اكل يسموه فتلي تقريبا هكا جبايب كيما جبايبنا. ويحضروا الحفلة هكا بسيطة عشوية. عندك عرس باش تمشي منعرفش يعني، فما حاجات اللي يحضروا على فكرة الوانهم، فما الالوان الخايبة، فما الالوان المزيانة على الاخر. نعرفش انا هكا عجبني اللون هذا اللي جاي على تيركواز وفيه الورد حلو. اكن نوري فيكم انه هو قص قماش ماهوش مخيط. فما الوان مزيانة محلاه، وفما الوان ما نعرفش، كل ناس واذواقها وكها. هاي هنا هذه مخيطة يعني حاضرة لونها مزيان بصراحة. ما انا كيما حكيت لكم قبل راني الحاجة كي باش نشريها نمشي نصور، نروح للدار ندورها في مخي. الحكاية هذه عجبتني بصراحة، ممكن يصير نرجع لها. هذه كلها فسوس يعني ديجا وين الورد اللي ظاهر كلها فسوس، مش متاع قضية، مش متاع حركة، متاع مثال مكملة قضيتك جايينك ضياف تستقبل به ضياف، باش تمشي به هكا عشوية لدار جماعة. حلوين برشا برشا برشا. فما بالخمارات متاعهم هذه قماشة عجبني برشا، حتى لونها مزيان ولا مش خايب. هاني تو ركزت فيها بالكدا، مثال بجنبها ما نلبسهاش يعني اذواق، فما ما اخيب منها يعني الوانها. احنا مش مستنسين نلبسوا فلوري برشا هكاك. شوفوا هذه مزيانها، هذه ديجا وريتها لكم قماش، اي هنا مخيطة مزيانة، الروز محلاه. قماشها مزيان برشا ديجا هكا ما فيهاش هكا الحاجات المشعشعة. معروفين احنا توانسة ما نحبوش الالوان اكل واو على الاخر. الوانها مزيانة على الاخر وتفصل حسب قياسك. هذه عجبوني اكل كولور اوني محلاها، جست شوية ريزة كلهم كيف كيف هاكم تريزة هكا جست في الرقبة فما في النوار، وقماشها متين راه ماهوش متاع صيف يعني، نتصورها متاع الشتاء هكاك الربيع ممكن. وجيت لهذوما ما نعرفش يكون مغربية جبة ولا خاطر فيها بالطربوشة، ما نعرفش اصلها منين الحق. ومزيانة متاع شوية كيما حكيت لكم اللول. الطربوشة متاعها فيها كالستراس يسموها كالفسوس هذوكم. مزيانين الحق يعني، سيرتو باش تمشي هكا عندك فرح والا حاجة باش تقيم في دار العرس هكا تبدل بها غادي في دارك، عندك لمة عندك عشوية ماشي لدار قريبتك ولا جارتك، حاجة حلوة فينو مزيانة على الاخر. هذوما موجودين هنا في الامارات، وفما الوان وانواع، فما نص يد، فما يد كاملة، فما صامونش، حاجات حلوة على الاخر عجبوني هذوما. قصة القماش متاع الام وبنت هذه الحاجة المزيانة على الاخر، بتبيع اك تفصل لبنتك وتفصل لك انتي، مزيانين على الاخر. حبيت هالفازة والله، هذه عجبتني زادة محلاها، حاجات حلوة الحق محلاها فكرة هاكا كلهم. وفما بالخمار متاعها هاكا كلهم هكاكا الكبيرة ومعها الصغيرة، هذه محلاها هاك صغيرة. تخيلوا انتم واحدة عمرها 5 سنين هكاكا 6 سنين معرفش هي والقياس. هذيا القماش والقصة الخمار، خمارها كبير محلاه عجبتني. ذي اول مرة اشوف الحق، الاخرين نعرفهم من قبل ديجا، حتى امي خديت لها منهم. هذيا محلاها يعني خمارها كبير برشا، ما محليتهاش حق باش نشوف كيفاش تتفصل ولا الخمار ما فهمتوش هذا كيفاش كبير بالكدا. هذه عجبتني بالدوري وهذاك والله نسيت اللون. باهي ومن بعد خرجنا مشينا سهرنا، يلزمها بطبيعة سهرية بطبيعة. روحنا للدار قضينا قضياتنا. افطرنا احنا نفطر مخر الحق يعني، سيرتو في الويكاند ديما نفطروا الأربعة هكاكا. افطرنا صلينا ركحنا امورنا كل شيء، ومن بعد مشينا خرجنا. هذه قهوة على الميناء يعني، اسمها الزورة، بقعة نظيفة كالم تاع عائلات، كلها عائلات يعني ما فيها شكل. احنا اللي هنا في الامارات ديما نتهربوا من البقعة، تبدا فيها برشا عزاب يعني عندك مثال مرة وراجلها وصغارهم ياخذوا راحتهم الحق، كلها عائلات بتبيع واحد يعرف ايش يختار.
اخترنا البقعة هذه ديريكتك على البحر. هذاك المركب نعرفش يسموه هنا مش عبارة، كل عبارة يمشوا هكا يدوروا بها في البحر مزيانة على الاخر. الحق سيرتو تويك الطقس تحسن، يعني تويك الطقس يعني كيما عنا في تونس الربيع هكاك، اخر الربيع اول الصيف هكا تبدا فما نسمة محلاها في الظل. هذاك الشتا عنا لهنا تو ديجا هاك السماء نحسوها مغيمة شوي، وعادي وقتها يعني الناس مصيفة والأمور محلاها بصراحة. يعني واحد محتاجين خرجة كيما هكا، واحد يرتح شوية عصابه. وحتى كي خذينا آخر طاولة، وكان فما طاولة واحدة أخرى، آخر واحدة احنا قبل الأخرى ورانا مرا وراجلها، يعني كل الناس اللي تلوج على بقعة كالم على الآخر، واللي من قدام اللي عندهم صغار ولا يبدو جروب متاع زوز 3 4 عائلات ما شاء الله. ديجا هكا وين المرأة ورجلها واقفين، فما ما شاء الله زوز تواول متاع 3 عائلات ما شاء الله. ربي يوفقهم ان شاء الله. العائلات يبدو لهنا اخوات يبدو بعائلاتهم، اقارب. هاكا العبارة اللي حكيت لكم عليها تمشي تعمل نص ساعة ولا ما نعرفش اقل شوية. مازلت ما جربتهاش الحقيقة، بويسك مازالت جديدة هي ما عندهاش برشا، والدنيا كانت سخونة ما نجموش نخرجوا فيها والدنيا سخونة. ما ان شاء الله في العطلة هذه بقدرة الله نعمل فيها جولة ونصورها لكم، نصوركم الأجواء متاعها. ان شاء الله عجبكم الفيديو، سامحوني على الكلام اللي حكيته من الأول، جست فرغت قلبي وكها. في امان الله وربي معاكم الناس الكل.